امي بتجيلي كل فين وفين زياره. امك؟ اه. في اليوم دوت عايز تقول ايه يعني؟ ماشي معلش ايه والله العظيم اقول الحق، انا كنت في القهوه فعلا كنت بسمع الماتش تمام، فواحد ادانا حبايه اللي هي كذاب حبايه اللي هي الفراجيله دي. لا ما تتكلميش. انت يمين انت؟ والدة المجمع ده. ها؟ والدة المجمع دي. طب متوفاه الله يرحمه. لو سمحت حبايه من اللي هي ايه ده حضرتك هيجي ويهدي كده، ايه ده عشان المحكمة. حبايه اللي هي الفجره اللي هي البيضه دي يا ريس. سيبه يتكلم زي ما هو عايز، يتكلم زي ما هو عايز، محدش يتكلم لو سمحت. على حد يقطقط. عايز تقول ايه؟ كنت بسمع الماتش في القهوه، فواحد ادانا حبايه فجره من اللي هي البيضه دي تمام، فانا لما خدتها وانا مروح امي كانت رنت عليا وقلت لها حاضر جه اهو، فلما جيت كنت دايخ كده فلقيت امي اللي فاتت ما كنتش قلت عارف، لك يا بهاء ايه اللي حصل؟ حتى انا مش فاكر اي حاجه مش اصلا، هذا الكلام دي. مش فاكر اي حاجه والله يا ريس. والسؤال بس قبل ما ابدا يعني وقبل ما اسمعك، لان انا ما عملتش كده اصلا يا ريس، يعني انا واحد غلبان اصلا. لا مراتك ولا ابنك ولا بنتك؟ مش فاكر اي حاجه اصلا يا ريس والله، اصلا انا غلبان هقتل ليه؟ يعني ايه غلبان؟ هو الغلب ده علاقته هو بالاكل؟ مش القصد هقتل ليه؟ انا هقتل ليه؟ الغلب مالوش علاقه بالاكل. والله العظيم ما اقتل، انا مش وش قتل اصلا يا يعني انت ريس. ما اكلتش ساره اللي هي مراتك مش فاكر اي حاجه والله يا ريس. وابنك وبنتك منى واسلام؟ والله العظيم ما فاكر. في حد يقتل ضناه؟ ها؟ في حد يقتل ضناه؟ يعني ده انا مثلاً بتقطع كنت بسببهم كل يوم والله يا في ريس. وعيك يعني؟ ها؟ كنتش في وعيك؟ مش كنت فاير بس اصلا، انت اعترفت بالتفصيل في النيابه. بس انا واعترفت بالتفصيل هقول لك قدام محكمه اول درجه اللي حكمت انا كنت مخنوق من نفسي يا ولبستك ريس. البدله الحمراء دي. معلش انت يا اعترفت بكامل ارادتك ماشي يا ريس. في تحقيقات. انا وقعت اصلا في الشقه يا ريس. اول درجه يا اللي ريس. حكمت عليك يا ريس انا وقعت في الشقه اصلا مش فاكر. الجلسه اللي فاتت وانت قدامي هنا ماشي. ما كنتش الكلام ده. ما هم جت لما جت قالت لي مش انت كنت جيت عليه قلت لي يعني والدتك هي اللي فكرتك يعني؟ هي اللي فكرتني. اتصال يا استاذ ايمان. عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. شاءت الأقدار سيد الرئيس هيئة المحكمة الموقرة بما لم تشأ به الأعضاء. من أجل ذلك سيد الرئيس إن العين لتبكي بدلا من الدم، هو الأب، هو السند، هو كل شيء لأبنائه، وهو الزوج، هو الأمانة المؤتمنة. لكن ما الذي دعانا إلى تلك الدعوة؟ هذا سؤال حيرني منذ أن أوكلتموني بتلك الدعوة، حتى أن الشعر قد شاب من تأثيرها، فبحثت كثيرا فوجدت تلك الحافظة. قرر أيضا أن جريمة القتل قد وقعت نتيجة ظرف. كل يقعد على القهوة وبعدين يطلع على الكمبيوتر. أنا واحد جاهل نجار بعمل إيه بالكمبيوتر؟ هذا هو العالم الخفي الذي قالوا عنه أنه العالم المظلم، وما كانت تلك جرائم القتل التي حدثت من سفاح التجمع إلا بناء على هذا الجهاز الملعون الموجود داخل المنزل. فكان يتعين حين سمع من البرامج أي نوع باع وهو غير مدرك بل وسعيد وفرحان. فإذا ما قرر والد المجني عليه أن المتهم قد ياخد حبات، إيه نوع الحباية اللي واخد ساعتها؟ ما هو نوع المخدر؟ هل تلك الجريمة تنطبق وتنطلي على ان اي واحد لا يعني مع السماح لي بالقول ان علشان انا مراتي ما رضيتش لا مؤاخذه تنام معايا او مقتلها، كان زمان 90% من ستات مصر مقتولين. لان الموضوع ده يعني شيء رهيب. لكن هذا الدافع او الباعث لا، ده بيقول لي حاجه ثانيه. هو بيقول لي ان انا لما دخلت على زوجتي كنت ملط وواقف. يلا دلوقتي يبقى ده انسان في وعيه وفي ادراكه. نمت الست دخل جاب الجوانتي كتم على نفسها. طب انا هدخل اقتل ابني وبنتي ليه؟ ده احنا النهارده القطه بتشيل عيالها وتمشي بيها. يبقى انا النهارده عن ادراكي وتميزي وانسان سوي مانيش واقع تحت تاثير اي من المواد التي قد تعاطاها، وهذا المجهول اللي موجود ده ينبئ ان انا اقتل دي. بقول لا، الجريمه دي لا يمكن ابدا ان تصدر عن اراده حره وادراك سليم، بل يقينا ان هناك نوعا ما من المخدرات او الحبايه الجنسيه اللي اقر جميع الشهود بما فيها هاله في صاد سعادتك 28 نفس و36 قالت برضه ده قايل لي انا باخد حبايه ومش عارف ايه. يبقى ايه هي نوع الحبايه دي؟ انا النهارده ما يجي فيه قصور في التحقيق، ايه الكمبيوتر اللي عندي ده اللي محطوط بالهارد بالكلام ده كله وانا راجل جاهل؟ ده انا راجل ما بعرفش معنى الكمبيوتر جاهل.
هي تلك البرامج. فإن أردنا أن نحاسب أو أن نعاقب فلنعاقب هذا النوع